السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأباني. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل أكلة سمك. تجيبي ربطة كزبرة تقطعيها حتت صغيرة وتنزلي عليها بمعلقة كبيرة من الثوم، هريسة الثوم، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة من الفلفل الأسمر، تحط شوية من الملح حسب الحدق بتاعك. بعد كده تعصري ليمونتين، وبعد كده انزلي معلقتين كده كبار من الزيت وقلبيهم كويس. النهارده هنعمل سمك صينيه. قلبي الخلطه كده كويس قوي. انزلي بقى بالبطاطس، هقطع بطاطستين، وبعد كده الطماطم، وبعد كده هنزل بالبصل، وهنزل بفلفل شرايح كده، وهنزل بنص الخليط اللي انا عملته. وبعد كده قلبي كل ده في بعضه كده لغايه ما يتقلب الخليط اللي انت عملتيه مع البطاطس مع البصل مع الثوم، يتقلب كله في بعضه. وبعد ما رصيتها كويس كده خلطت كله في بعضه، جبت سمك اللي هو البلاميطه، نضفته وقطعته من الظهر كده ومن هنا، تنضفيه كويس. وبعد كده بالمعلقه بقى ايه تحشيه كويس ببقيه الخلطه اللي انت ركناها، وتيجي كده تروح حاطه السمك بالطريقه دي، وتحشي الظهر الحتت اللي انت مفتحاها، تعمليه كله بالطريقه دي. بعد ما حشيته كويس كده هجيب بقى بقيه البصل اللي انا قسمته وتحطيه بالطريقه دي كده ما بين السمك وبعضه. وتدخليه الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص لغايه ما ياخد وش كده ويستوي. وبكده بعد ما طلعت من الفرن اهي، وعملت جنبها رز اهي، وجبه خفيفه وسريعه. اعملوها بالطريقه دي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.